السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير دايما وفي أفضل حال. النهاردة بإذن الله تعالى في فيديو مميز جدا وطريقة مفيش ولا أحسن ولا أروع من كده. طريقة تشيز كيك، يعني الصراحة يعني هنشوفها بإذن الله. أتمنى من كل الناس تجربها، حاجة هتكون طعم خرافي. يعني أنا من رأيي إن مفيش طريقة أحسن من كده ولا طريقة أفضل من كده إن إحنا نعمل بيها التشيز كيك. في البداية هنا الجيلاتين معانا 25 جرام جيلاتين، هنضيف عليهم 120 جرام مية وهنركنهم على جنب كده، نقلبهم كويس وهنركنهم على جنب كده 10 دقايق. وبعدين أول ما نضرب الخليط الجبنة بتاعنا هنسيحهم على حمام بخار أو في الميكروويف، ولكن هنركنهم دلوقتي. وبعدين هنحضر البسكوت بتاعنا أو الطريقة اللي احنا هنشتغل بيها دي جبنة بريزيدون، يعني افضل نوع جبنة ممكن نشتغل بيه مع كريمة خفق حيواني اللي هي الكريمة اللباني، بس دي كريمة مبسترة. زي ممكن نشتغل بجهينة او مراعي او اي نوع، مفيش اي مشكلة. ومعانا هنا 500 جرام بسكوت. البسكوت دوت مصنع بالزبدة النيوزيلندي، يعني مفيش احسن برضو من كده. يعني حاجة اللي هي من الاخر، يعني زي ما قلت قبل كده ان احنا لما بنصنع البسكوتات اللي ممكن نشتغل بيها دي بيكون طعم مميز جدا، خاصة ان احنا ممكن نتحكم في نوع الخامات اللي مصنعين بيها. ممكن لو زبدة نيوزيلندي او نوع سمنة بلدي او ايا كانت طريقة البسكوت اللي احنا بنصنعه. ده بسكوت متصنع بالزبدة النيوزيلندي الاصلية، مش المضروبة اللي هي فيه القنوات، اللي بعض القنوات بتقولك بنصنع الزبدة النيوزيلندي. بعدين هنبقى نتكلم في الموضوع ده بإذن الله. زي ما حضراتكم شايفين 500 جرام بسكوت، ضفنا عليهم 100 جرام زبدة وقلبناهم عجناهم بالزبدة. البسكوت بنفرمه بالمردنة او بالكبة، وزي ما حضراتكم شفتوا بيدينا لون احسن حتى من البسكوت الجاهز اللي بيكون لونه فاتح، ما بيبقاش احسن حاجة. وكمان لما يكون احنا اللي مصنعينه فبنكون حاجة كويسة جدا. وكمان ما بيشربش معانا زبدة كتير. يعني انا لما جربت ان انا البسكوت اللي بنشتريه من الماركت بيشرب زبدة كتير، ده ما بيشربش نفس كمية الزبدة اللي هي في البسكوت التاني. زي ما حضراتكم شايفين الفورمة اللي ممكن نشتغل بيها، لو احنا عندنا فورمة واحدة وحابين نعمل كمية كبيرة هنعمل كمية كبيرة، مفيش اي مشكلة. وحتى لو في الفرم البلاستيكية برضو مفيش مشكلة، او فرم السينابون لو عندنا منها كمية برضو مفيش مشكلة. يعني احنا زي ما اي كانت الوصفة هنشتغلها كلها بنفس الكمية ومفيش اي مشكلة بإذن الله تعالى. هنا انا عندي الفرم البلاستيكية ديت، في منها فرم ستانلس او ألمونيوم اللي هي بيتعمل فيها السينابون زي ما عملناه قبل كده. في الفرم دي برضو ممكن نشتغلوا فيها لو متوفرة عندكم. هنا الفرم البلاستيكية دي القطر بتاعها بيكون 8 سنتي وارتفاعها 5 سنتي، زي الفاكيوم. ارتفاع الفاكيوم اللي هو ال5 سنتي اللي احنا بنشتغل فيه التشيز. آه، كمية البسكوت اللي احنا عملناها، قلنا 500 جرام عليهم 100 جرام الزبدة، بيعمل معانا 10 فرم. يعني احنا هنا بالميزان وكل حاجة قسمناهم على العشر، او اسف 10 فرم، اللي هو 500 جرام بسكوت عليهم 100 جرام زبدة. زي ما قلنا مبيشربش معانا زبدة كتير. قلبنا الزبدة كويس. المهم ان احنا نفرم البسكوت كويس برضو عشان يكون في تماسك، خصوصا لو هنعمل في التشيز في التورت، لو هنقطعه عشان البسكوت ما يفرولش معانا. مهم جدا ان البسكوت يكون مفروم كويس ومتقلب بيه الزبدة كويس. وبرضو لازم نضغطه بايدينا كويس جدا عشان برضو ده بيساعد في التماسك بتاعه. هنا لو احنا ما عندناش غير فورمة واحدة اللي هي الألمونيوم أو الاستانلس اللي حضراتكم اللي هي القطاعة يعني المدورة، لو ما عندناش غير واحدة هنشتغل بيها برضو اللي هي تكون قطرها 8 أو أيا كان. والفاكيوم زي ما حضراتكم شايفين كده، بعد ما كبسنا البسكوت كويس جدا بالكوباية أو أي حاجة، ممكن بالسلوتيب أو بالستيكر لو متوفر عندكم. لو مش متوفر هنلزقها بقطعة سلوتيب صغيرة، وبعدين نعمل كذا بقى واحدة بالطريقة ديت وبعدين نصبهم. مهم جدا ان احنا ما نحركهاش بس من مكانها بعد ما نكبس فيها البسكوت، لان طبعا لو اتحركت البسكوت هيتكسر لان هو ما شدش معانا في التبريد. هنا هنضرب الكريمة الاول، كريمة الخفق اللي هي الكريمة الحيواني، سواء كانت جهينة او مراعي
مش هيختلف كتير الموضوع، او ال- الطعم بتاعهم قريب جدا لبعض. بضربهم مع 200 جرام سكر ناعم، سكر بودرة ناعم، وبفور الكريمة، بسيب الكريمة لما تفور لآخر وقت ليها او اخر حاجة. يعني لازم الكريمة عموما، هي الكريمة الخفق القوام بتاعها ما بيبقاش القوي اللي هو اجمد حاجة. يعني انا مثلا لو هعمل بكريمة دكتور بيكر، القوام بتاعها كل ما بيتضرب بتشد معانا في المضرب، فانا مش محتاج ان هي يكون القوام قوي قوي. فلو دكتور بيكر مش هضربها للنهاية، لكن لو خفق هضربها للنهاية. ولكن هنشوف القوام بتاعها بيكون عامل ازاي دلوقتي. هي دي بقى الكريمة اللي لو اتضربت بيكون بتكون زبدة، بتفصل بتبقى زبدة. يعني الكريمة دي لو اتضربت ضربتين زيادة خلاص فصلت في المضرب بقت زبدة. هناخد بقى الزبدة، او هناخد كده ايه، هنلاقيها ايه، عملت المية على جنب والزبدة على جنب. هناخد الزبدة نسيحها على النار بقت سمنة، او ممكن ناخد الزبدة نعمل بيها بيتيفور، نعمل بيها سابليه، او نعمل بيها البسكوت، يعني عشان نرجع نشتري تاني ونشتغل بيها مظبوط. يعني لو مش متوفر عندكم زبدة هاتوا الكريمة واقطعوها، هتعملوا احسن نوع زبدة. ولكن مش نيوزيلندي برضو، في فرق بين الزبدة النيوزيلندي والسمنة النيوزيلندي وبين المحلي، بيكون ليهم طريقة وقصة تانية مختلفة. يعني انا عايز اقول لكم، يعني ممكن السمنة مثلا الجاموسي لما بنشتريها في الفصل الشتاء بتكون احسن من الصيف. ده بيكون قائم على نوع التغذية بتاع الحيوان. يعني مثلا ممكن افضل نوع سمنة جاموسي اللي هو بنحس انه فيه لونه خضار، اللي هو بيكون في موسم البرسيم، اللي بيكون الحيوان نفسه بيتغذى على البرسيم، فبيدي نوع سمنة افضل. فهي بتكون القصة كده، مش قصة اسامي او نعمل الزبدة النيوزيلندي او نعمل، يعني وصلت معاكو شايفين لايه؟ لان هو النوع الحاجة اللي بيتغذى عليها الحيوان ده اللي هو بيستخرج منه، او كانت البقرة او الجواميس او الحاجات دي، بتوصل للنوع الاكل بتاعه. فما تجيش بقى احنا نعمل من كوباية زيت زبدة نيوزيلندي، يعني الموضوع فصعب. المهم ده القوام بعد ما شفناه، بننزل عليه الجبنة البريزيدون. طبعا جبنة بريزيدون وكريمة خفق سواء كانت مراعي او جهينة بتدي تيست مفيش احسن من كده. ممكن في احسن من كده بقى لو هنشتغل بالجبنة الفيلاديفيا، فده هيكون قصة تانية برضو، قصة مختلفة دي. اظن يعني الناس بطلت تشتغل بيها حتى المحلات، فالموضوع صعب. يعني افضل حاجة موجودة حاليا بريزيدون مع الكريمة، بتدي طعم كويس جدا. يعني قبل كده كنا حضرنا التشيز بطريقة اقتصادية بحتة، اللي هي زبادي وكريم شانتيه وحاجات كده ايه. لو حابين ترجعوا تشوفوا الفيديو مفيش اي مشكلة. القطعة بتاعت الميني التشيز دي بتتباع ب40 جنيه، اللي هي الواحدة كده دي بنفس المكونات دي بتتباع ب40 جنيه. بتتفنش بقى حشو فراولة او بلوبري او لوتس او كندر او نوتيلا، حاجات كتير. او في طبعا حشوات جاهزة زي المانجا او الكيوي، في منهم حشوات. هنا لو احنا مثلا ضربنا الخليط، طبعا انا نزلت عليهم بالجيلاتين اللي قلنا 25 جرام مع 120 جرام مية، سيحناهم في الميكروويف. بعد ما ضربنا الجبنة مع الكريمة مع السكر، اول حاجة الكريمة مع السكر، وبعدين نزلنا عليهم بالجبنة وبعدين بالجيلاتين، ممكن القوام بتاعهم يشد معانا. قوام الكريمة مع الجبنة لو ساقعين في التلاجة وبعدين نزلنا عليهم بالجيلاتين، نحس ان الكمية او الخليط بتاعنا شد، مش عارفين ان احنا نصبه بالطريقة اللي حضراتكم شفتوها دي. طريقة الخروج من الفرن يعني بتكون اتجمدت في الفريزر 3 4 ساعات، وبعدين بنبتدي نفنش فيهم. لو الخليط شد معانا هندخله الميكروويف او على حمام بخار دقيقتين، واحنا بنقلبه هيسيح معانا ونرجع نصبه بالطريقة اللي حضراتكم شفتوها. الموضوع سهل جدا. الحشوات زي ما قلت قبل كده، اي نوع حشو انا بخففه بيه جيلي شفاف على البارد، سواء كان بلو بيري او سواء كان فراولة. اي نوع حشو بيتخفف بجيلي شفاف على البارد. الموضوع مش اقتصادي، الموضوع ان الحشو ما يشدش او ما يشفش بمجرد ان هو بيتعرض للهواء كده. ممكن او مع التبريد بنحس ان هو السيولة بتاعته قلت وبقى ناشف، فهنا بنديله جيلي شفاف على البارد.
اللي هو شكله يبقى بيلمع، بيديله شكل كويس بيحافظ عليه، وبيكون برضو نسبة التكلفة قلت معانا نسبيا، ولكن هي كجودة اولا. هنا اللوتس زيه زي النوتيلا زي الكندر، كل الحاجات دي بتتخفف بالزيت، ولكن نسبة الزيت في اللوتس بتكون اقل. يعني الكيلو اللوتس هياخد معانا 100 جرام زيت مش اكتر، الكندر كذلك. النوتيلا ممكن بتاخد نسبة زيت اعلى حاجة. هنا بنسيحهم برضو على حمام بخار معلقة كده وبنصب، بنفنشها بقى بالبسكوتاية، بنفنشها بمكسرات باللوجو، اي نوع حشوات زي ما شرحنا. ولكن هي احسن تشيز ممكن تعملوه. اسف لو كنت طولت عليكم، مع السلامة.